برحب بشباب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. ازيكم يا وحوش؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب. جه ميعادنا في لقاء جديد زي ما وعدناكم، وهو حل أسئلة التقييمات الوزارية أمان ليك وليا. حلينا مع بعض على التشانل ويك 1، وجه ميعادنا مع حل أسئلة الأسسمنتس ولويك 2، وده شامل يا أولاد من أول الكوفيلنت بوند، الحتة بتاعت البيور والنون بولر والبولر، بالاس تي اس اللي هو الساينس اند تكنولوجي اند سوسايتي، الحته بتاعت الايه، الكورونا والفيروس والكوفيلنت بوندنج في النيو ميديكيشنز والكلام ده كله يعني. يلا بينا نشوف كالعاده الهوم بيرفورمانس. 10 اسئله ام سي كيو. which electron arrangement for the outer shell electron in a covalent compound is correct؟ انهي صوره سليمه؟ طب بالراحه، هو واخد اكزامبل HCl والامونيا. طيب احنا عارفين ورسمنا ده كتير قبل كده، ان ده طبعا ان الهيدروجين عنده 1 الكترون، الفالنس الكترون 1، تمام؟ قدم السبت تلاقي الحد، فالهيدروجين بيقدم الالكترون بتاعه، مستحيل يكون عنده لون بير يا ولاد، مستحيل خالص. السي ال 17 2 8 7، الفالنس الكترون 7، تمام؟ يبقى بيجين ايه؟ 1، نفسه في 1، فهو يروح مقدم اللي هو عاوزه اهو. طيب هو اخره 7، قدم 1 ناقص كام؟ 6 اهو، 2 4 6، تمام؟ تعال نبص كده، ايه ده؟ الهيدروجين عنده لون بير، ده ضحك قوي. ايه ده الهيدروجين 2 4 6، ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه يا عم ده؟ الامونيا رسمناها كتير جدا، ان الامونيا بتعمل 3 بوند بير مع الاتشات، وبيكون عندها 1 لون بير، صح كده؟ النيتروجين 7 2 5، قدمت 3 ناقص 2. تعال نشوف كده، ركز. الهيدروجين بالاكس قدمت الكترون، ان دوريه، صح؟ اكس دوريه، الكترون الكترون لون بير، اذا الاجابه النموذجيه طبعا لتر سي. هنا بقى هتقول لي طب ما ده شيرد 1 1 1 1 1 1، اقول لك فين اللون بير؟ صفر، لاغي، بس كده. فرسمه الامونيا هي الرسمه المنضبطه according to Lewis electron structure. سؤال جه عادي. نيكست. السؤال اللي وراه بقى، معلش ثانيه واحده، ايوه يلا بينا. Which of the following molecule has a central atom that does not reach the electronic configuration of a noble gas وsurrounded by the largest number of bond pair؟ طلباته كتيرة. أول طلب بيقول لك ما وصلش لتوزيع نوبل، وكمان surrounded بأكبر بوند بير اللي هي العصيان البوند. طيب بالراحة، بورون من البريودك تيبل، البورون 5 2 3، فالنس الكترون كام؟ 3. طيب فلورين حافظينه 9 2 7، الفالنس الكترون برافو 7. يلا نبدا نرسم، بنحط الملكه في النص، السنترال اتوم المميزه مش متكرره، تمام؟ ادي البورون اهو، البي، حواليها بقى باقي الخدم اللي هو الفلورين، اي توزيعه كده، اف اف اف. بالراحه، فلورين انت اخرك 7، نفسك في كام؟ 1 الكترون عشان اوصل لل8، قدمي بقى السبت اهو. فالبورون مطالب ان يقدم الحد اهو باللون الاخضر، او خلينا اسود عشان نثبته، ماشي؟ طيب الفلورين اخره 7، قدم 1 ناقص له كام؟ 6. انتوا بتنسوا دايما دي، 2 4 6، وهكذا بقى نفس الكلام، 2 4 6 2 4 6. طيب الفلورين هيقدم كالعاده الكترون، وهيقدم طبعا كالعاده ايه؟ الكترون اهو. حلو، طالما الفلورين شيرد بالكترون، البورون مطالبه بالكترون، وده الكترون. هل البورون السنترال عنده لون بير؟ هو معاه 3 جنيه، 3 الكترون، استخدمه خلاص.
طب تعالى نبص بقى، وريني البورون متحوط بايه؟ ملكي وملكك. 1 2 3 4 5 6. تاني 1 2 ده البورون اهو، 3 4 5 6. هو كده البورون وصل ان الاوتر موست فيه 8 يبقى يكون شبه النوبل جاز؟ لا، يبقى ده كده اول شرط اتحقق. does not reach الالكترونيك configuration of a noble gas. نوبل جاز مش اخره 6، اخره 8 فيما عدا طبعا الهيليوم 2. طب ده surrounded by largest bond pair، هو 3 عصيان. يعني للتبسيط بقى الرسمه كده، الاجابه النهائيه ده ان هو 3 سنجل كوفيلنت بس كده. تمام، ومع احترامنا بقى لللون بير والكلام ده اهو. سؤال فيه شغل كتير يا اولاد، سؤال فيه شغل. طيب PCl5. طيب اللي بعديها تبقى اسرع شويه. الفوسفورس هيتحوط بخمسه سيلات، 1 2 3 4 5. الفوسفورس زي النيتروجين اخره 5. قدم الخمسه بتوعه في البونز يبقى عنده لون بير؟ لا. تعال نشوف بقى وصلوا للثمانيه. 2 4 6 8. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 10. مفيش حد سراوندد اخره 10 بيكون ريتش الالكترونيك كونفيجريشن اوف نوبل جاز. نوبل جاز ده يعني ايه؟ الاوتر موست فيه 8، ده سراوندد ب 10 يبقى داز نوت ريتش. وعامل 5 بوند بير، اعتقد دي هتبقى اكبر حاجه. ما تتسرعش ما تتسرعش، انت ايش عرفك؟ خش على اللي بعده. السلفر 16 2 8. ده فيه شغل كتير قوي السؤال ده. فالنس الكترون 6. طيب طبعا السلفر هي الملكه المميزه، حواليها طبعا 6 فلورين. وفلورين بقى حلينا عليه كتير، ده مونوفيلنت. 1 2 3 4 5 6. طيب السلفر اخره 6 الكترون، هو استخدمهم في صناعه البوندات كلها. 1 2 3 4 5 6. 6 بوند. هو متحوط بكام؟ 6 في 2 12. يا نهار اسود، هو ده توزيع نوبل جاز؟ لا، وده اكبر عدد بوندز. يبقى انا كده حققت الشروط. does not reach electronic configuration of a noble gas. ده سمك تمر لبن هقص. و surrounded by the largest bond pair. شكرا، هو ده. طب PCl3 الفوسفورس 5 بقى هيمسك مع 3 Cl اهو، ده متحوط وطبعا اخره 5. قدم 3 يعني عنده 1 لون بير اهو. متحوط بكام يا فوسفورس؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اخي ده وصل للاوتر موست فيه 8، يبقى ده ريتش مش داز نوت، يبقى لاغي. لا سؤال عنيف، سؤال محتاج شغل. ده تصوير تقريبا ياخد بتاع 4 دقائق لوحده. فهمتوا فكره السؤال؟ الحل في الرسم. Which of the following choices represent a non-polar with the largest number of lone pair؟ طيب بالراحه. non-polar الرابطه طبعا ما بين السي والاتش واخدينها في الاكزامبل هي نون بولار. طيب ما تيجي ترسم ده 4 اتشات، 1 2 3. الاتش مونوفيلنت 4. الكربون ما عندوش لون بير ولا الهيدروجين عنده لون بير، هي نون بولار بس ما فيش لون بير اصلا. N2 ثانيه واحده دكتوره قبل ما تتعب نفسك، ده N و N سيم اليمنت، ده بيور كوفيلنت بوند. حتى الديفرنس النيجاتيفيتي بزيرو وايكوال شيرنج. وضع السؤال بيقول لي انا عايز نون بولار. نون بولار ده بيور لاغي. اتش سي ال انا مذاكره يا دكتور في الامثله بتاعتي، بولار كوفيلنت بوند. الهيدروجين هالايدز اتش سي ال اتش بي ار اتش اي اتش اف، يبقى الاجابه سي او 2. لو حابب ترسم السي او 2، الكربون 6 2 4. الفالنس كام؟ 4. الاكسجين 8 2 6. الفالنس 6. طبعا السنترال المميزه كربون وحواليها مثلا او من هنا او من هنا. قدم السبت تلاقي الحد. وريني البريفرال اللي هي الفرعيه. هو انت يا اكسجين محتاجه كام الكترون؟ قالت لي انا اخري 6 عايزه 2. قدمي السبت تلاقي الكربون قدمت الحد اهو. انت 2 انا 2.
هكذا نفس الاكسجين ادي 2 اهو، يبقى كربون 2. تعال بقى نشوف اللون بيرز بالراحه. الاكسجين معاه 6، قدم كام؟ 2، يبقى ناقص له 4. ادي كده اول لون بير ب2 الكترونز واهو. وطبعا نفس الكلام هنا 1 2 3 4. طب الكربون عنده لون بير، هو معاه 4 الكترونز استخدمهم خلاص شكرا. يعني للتبسيط ان ده كده عمل دبل كوفيلنت بوند، دبل كوفيلنت بوند والدنيا زي الفل. طبعا ده ما شاء الله عدد اللون بير ادي 1 2 3 4، 4 لون بير ونون بولر. ودي هنقولها في اللي طلابنا يعني واحنا بنشرح ليكتشر 3، لان ده محتاج بس ناخد درس اللي هو الشيب، لان ده بيعمل لينير ان شيب، لينير ان شيب. الرغم ان السي والاو لوحديها بولر، الا ان مركب كله نون بولر. لسه تفاصيلها ليكتشر 3، بس بقول برومو بسيط عنها، لان اللينياريتي دي خلت الدايبول مومنت بصفر. البولاريتي اللي هنا اتكنسلت مع البولاريتي اللي هنا، الشده من هنا والشده من هنا كنسلوا بعض فنون بولر. لسه المحاضره الثالثه لما ناخد نظريه اسمها الاشكال بتاع الموليكولز الكوفالنت في اس اي بي ار، الاستبعاد CO2. صح الصح. سؤال لا اسئله قويه. which of the following statement about a molecule ammonia is correct؟ ده احنا رسمناه 200 مره الامونيا ده، اعتقد الطلبه زهقت منه. لا خلي بالك بقى، طول نفسك لان الامونيا دي ايه معسكره معانا في المنهج يعني. ادي الامونيا نرسمها هنا كده، لو شفنا مش هنشوفه صح. الامونيا كانت الان ماسكه بثلاث اتشات وكان عندها واحد لون بير. طلبه خلاص يعني فرمتها. each hydrogen atom donate a pair of electron. الهيدروجين قدم بير؟ لا ده قدم 1 الكترون يا دكتور، يبقى لاغي. there are double covalent between النيتروجين والهيدروجين. single covalent يا دكتور، single. there are single covalent bond between its hydrogen atom. عجباني، ركز كده. there are single covalent bonds between its hydrogen atoms ولا there are 3 shared pairs of electron in the molecule. حلوة دي، حلوة دي. بص كده كويس، في الأمونيا في single covalent bonds between its hydrogen atom، ما بين الهيدروجين. يعني بيقول لك الكوفالنت بوند ما بين الهيدروجين. لا ثانية يا دكتور، شفت لعب الكلام بقى؟ لا الوزارة ابتدت تتقل لعب الكلام. السنجل كوفالنت ما بين الهيدروجين والنيتروجين، ما بين الهيدروجين والنيتروجين. تاني، السنجل كوفالنت ما بين الهيدروجين والنيتروجين. اقرا الجمله دي. there are single covalent bonds between its hydrogen atom، يعني ما بين الاتشات وبعض، ما بين الاتشات وبعض في كوفالنت. غلط، ده ما بين الهيدروجين والنيتروجين. حلوه يا وزاره، لكن دي صح. 3 shared pairs of electron in the molecule. صح، لان ادي كده اول بير، تاني بير، تالت بير، 3 شيرد. سؤال قوي جدا في لعبة كلمات. اعتقد ممكن الطالب وهو بيحل مثلا حس ان سي ودي صح، ما قريتش انت سي كويس يا صاحبي. فتكر كده وانت بتاخد بالك في الكلمات في الكيمستري. Which of the following choices explains the polarity of hydrogen chloride؟ طبعا الهيدروجين كلورايد ده بولر، طبعا ده الاتش والسي ال، وعارفين دي بارشال نيجاتيف. طبعا السي ال قدمت الكترون، والهيدروجين الخسران بارشال ايه؟ بوزيتيف. صح؟ طيب بارشال نيجاتيف هو معناتها يا اولاد الالكترون راحت للكلورين؟ يعني الكلورين جيند؟ لا، هي الالكترون قضت مور تايم في الفيسينيتي بتاعت السي ال، مايله ناحيتها اكتر عشان عندها نيجاتيفيتي اعلى بكتير من الهيدروجين، لكن مش جيند. كومبليت ترانسفير اوف الكترون؟ غلط تماما، مش كومبليت. هي الالكترونات اتزاحت ناحيتها. displacement of the electron cloud towards the more electronegative atom without complete transfer. طرش، ده وصف تفصيلي. displacement سحبت الالكترونات ناحيه السي ال من غير
او المور الكترونيجاتيف اللي هو السي ال without complete transfer تربو. الديفرنس النيجاتيفيتي ما بين اتش وكلين 0.4 لا، ما لو 0.4 هيبقى نون بولر، دي على المسطره، والسؤال طبعا بولر وانا مذاكرها من الاكزامبلز لاغي. لينير سباتيال شيب انت لسه ما اخدتش الاشكال، بس طبعا ده لا هو مش بيبقى لينير خالص، تمام، لسه درس الاشكال ده. يبقى طبعا 5 الاجابه لتر بي والدنيا حلوه. Which of the following molecule has the highest solubility in polar solvent زي الميه؟ طيب مين احسن ذوبان في الميه؟ اتفقنا قاعده الذوبان يا اولاد، الطيور على اشكالها تقع، بولر يدوب في البولر. طب انا بالنسبه لي الميه ماده ايه؟ الميه بولر كوفالنت كومباوند، صح؟ يعني انا بدور يا اولاد على حد بولر في بولر الذوبان بيبقى ايه؟ ملبن. طبعا السي مع الاتشات ده نون بولر، لا طبعا دول ما بيدوبوش في بعض، دي ماده عضويه نون بولر، ودي بولر لا يختلط الزيت بالماء. دي برضو بيور، وبعد ما راجع تقول عليها نون بولر عادي ما بتدوبش، انا بدور على حد بولر. السي او 2 لسه حالين عليه ده نون بولر. هي الامونيا، مش قلت لك لازم تركز على الامثله؟ لو انا عايز اعرف يا اولاد امثله النون بولر، الحاجات اللي اتقالت في كتاب المدرسه بس، وبعد كده تقدر تحل بالديفرنس في النيجاتيفيتي. بوندات السي مع الاتش والسيليكون مع الفوسفورس ده نون بولر. طب والبولر؟ لا عد يا صاحبي، ووتر، امونيا، هيدروجين هالايد اللي هي اتش اف اتش سي ال اتش بي ار اتش اي اي ال سي ال 3 تي اي سي ال 4. سؤال حلو بتاع الذوبان. which Lewis dot structure represent bonding in potassium iodide؟ قلت له طيب دي حته ايونيك، جروب 1A جروب 7A. طيب انا عارف البوتاسيوم كان عنده الكترون بيلوزه فيبقى بوزيتيف، مش حواليه اي حاجه، دي عجباني. ازاي ده يا اسطى؟ بيجي ايه ده نيجاتيف، ايه ده فين البوزيتيف، لاغي، ايه ده بخ. السؤال طبعا اختياراته ساذجه جدا. او ليه نعمل كده اهو؟ الاختيار لتر ايه، ليه؟ لان البوتاسيوم ده ميتال بيلوز 1. طب والايودين ده في 7A حواليه 7، اخذ الالكترون من الميتال وبقى نيجاتيف تشارج، لازم يكون اكتمل 8 2 4 6 8 وادي النيجاتيف طرش. سهل ده. ذا ايديا بيهاند كوفالنت دراج، الحته الاضافه الوزاريه. قال لك بعد كده فجاه قال لك لا اقرا دي اضف الى معلوماتك. يا جدع يا جدع حرام عليك، اضف لمعلوماتك ايه؟ ده متوقع امتحان. ايديا بيهايند الكوفالنت دراج in treating viruses. الفكره لما شرحنا كده ان الكوفالنت دراج بيخش عند الفيروس بروتين وبيكلبش معاه بكوفالنت بوندنج، فبينهبت الاكشن بتاع الفيروس، بيوقف الدنيا. بص مفتاحه كالون، يكلبش اتلم بقى، اهدى بقى، اقف بقى. وكان ايه الجهاز اللي بيساعدني؟ الماس سبكتروميتر، ده كان بيقيس الوزن بتاع الكوفالنت دراج بيفور اند افتر بايندنج مع الفيروس. فانت الفكره العلميه للكوفالنت دراج فورمينج تمبرري مؤقت ايونيك، يا اسطى ده من اسمها ده كوفالنت، ده كان بيعمل كوفالنت بوندنج. ومش مؤقت، ده بيرمننت، كلبشه بيرمننت دائم. كوفالنت بوندنج with the virus protein، الله شرح تفصيلي. كوفالنت بوندنج مع الفيروس بروتين عشان يوقف الاكشن بتاع الفيروس ويحد من الريبليكيشن او التكاثر بتاعه او انتشاره. increasing the molecular mass of the virus to make it easier to detect. ايه الهبل ده؟ breaking covalent bond، بكسر البوندات مع السيل، هو ده ميكانيزم اوف اكشن؟ دي طريقه الشغل؟ لا، طريقه الشغل للتربيه. بنعمل كوفالنت بوندنج مع الفيروس بروتين، كلبشنا بيوقف مفعوله والاكشن بتاع الفيروس. حلو. الديفايس لسه مراجعينه، ماس سبكتروميتر، ماس او من اسمه بيقيس اوزان قبل وبعد الكلبشه. device estimate the molecular mass of a covalent drug before and after binding. الماس سبكتروميتر تعويض مباشر. which of the following reaction is expected to be the fastest under standard condition؟ دي حليناها في التقييم الاول. طالما سريع يا صاحبي يبقى انت عايز ايونيك اكستشينج، عايز مركبات ايونيه بلس ماينس بلس ماينس، قوم دي دبل سبستيتيوشن، بعيد
قريب. رياكشن الهيدروجين جاز قلت له ثانيه واحده ده كده كوفيلنت، لا دي بطيئه. ويز كلورين H2 لا دي التفاعل بيحصل ما بين موليكيولز، دي بطيئه جدا. عشان اكسر روابط قديمه واعمل جديد دي بطيئه جدا. كوفيلنت. رياكشن اوف NaCl مع AgNO3 يعمل راسب، هي نفس بتاع التقييم اللي فات، بس هنا كتبوها بالانجلش. الواجب اللي فات كتبوها كمعادله ل NaCl و AgNO3. طب ما ده ايونيك، طب ما حضرتك عارف ان ده ايونيك بلس وماينس، والتاني AgNO3 بلس وماينس، بيحصل دبل سبستيتيوشن انستانتينيوس، لحظه، بعيد قريب. ده طبعا فاستس. رياكشن اوف كوفيلنت دراج مع الفيروس، يا عم كوفيلنت بطيئه. رياكشن اوف ميثان دي كوفيلنت يا جماعه، دي كوفيلنت. اتفقنا من البروبرتيز بتاعت الكوفيلنت كومباوند اضافه الوزاره ان هم سلو رياكشن، لكن الايونيك كومباوند انستانتينيوس. فطبعا اجابه لتر بي. وطبعا سؤال مكرر من الهوم بيرفورمانس بتاع ويك 1. في مشاكل في الهوم بيرفورمانس؟ لا، اسئله محترمه، بالذات كده في 3 4 اسئله اللي في الاول، بعد كده اللي في الاواخر كانوا سهلين جدا. نكمل شغلنا ونبدا بقى على الويكلي اسسمنت بتاع ويك 2 مقطع لتر ايه. يلا بينا يا اولاد بقى نحل اسئله الويكلي اسسمنت، ونبدا بقى بسكشن ايه. طيب، give reason most covalent compound do not conduct electricity. ليه covalent مش بتconduct electricity؟ طبعا. هل هي بتبقى ionized؟ هل هي بتطلع ايونز؟ بصراحه لا يا دكتور. طب ما انت عارف المبدا، في ايونز في كهرباء، مفيش ايونز مفيش كهرباء. يبقى ليه الكوفالنت كومباوندز مش بيكوندكتوا؟ due to absence او بلاش دي as it does not form، يعني عبر بطريقتك as it does not form ions، او ممكن اكتب له non ionized، مش بتطلع ايه ions خالص. does not form ions، او when they dissolve in water is not ionized، او ان فكره ان هي non ionized بس. مش كده مش بتوصل كهرباء. most مش all. البولر يا اولاد ده عشان بيبقى عنده شحنات، ودي هتاخدها في ثالثه ثانوي، فبيبدا يطلع ايونز ويوصل كهرباء. يعني الاتش سي ال اكوس بيوصل، لكن معظم الكوفيلنت حاجات بقى فيها كربون وهيدروجين والعضويه السكر والكلام ده كله لاغي عشان مش بيجت ايونايزد. 2 كربون دايوكسيد از نون بولر، ودي هتبقى في ليكتشر 3 قلت لك اجابتها بالظبط في ليكتشر 3. يعني طالما السؤال هنا مش هنأجلها، هنقولها بس هتفهمها في ليكتشر 3 بعد ما ناخد الفي اس اي بي ار. طيب، الثيوري بتاعت الاشكال ليه نون بولر؟ لان الفكره لما رسمنا الكربون دايوكسيد كان كده الشيب لينير due to the linear shape of the molecule. الشيب بتاع الموليكيول linear، so the polarity of C double bond O is cancelled with each other. معلش ده في محاضرة ثالثة. and الدايبول moment equal 0. ايه الكلام الكبير ده يا دكتوره؟ دي ما كانتش في المحاضره. حصل، ما يا حبيب قلبي اسمعني، امال انا بقول ايه؟ بقول لك دي مع المحاضره اللي هناخد فيها اشكال الايه؟ الكومباوندز. الفكره كلها باختصار ان هنا الشيب الموليكيول ده عامل انجل 180. طبعا وانت استاذ ماثيماتكس وعارف ده كده لينير ستريت لاين. لو بصيت للسي او هي بولر طبعا، وهنا السي او بولر. ايه اللي بيحصل؟ الاكسجين بيشد الالكترونات هنا. بص حته ميكانيكس
اهو بيشد كده. طب ما الناحيه الثانيه الاكسجين بيشد الالكترونز كده. الله، طب ما هي نفس البوند، واحد بيشد كده وكده. equal in magnitude opposite in direction polarity effect is cancelled with each other. طب والعزم صفر. يعني برغم ان البوند، لو تأملت البوند ما بين السي والاو، البوندايه بولر وتقدر تثبتها بالديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. تبص للمركب كله لا نون بولر، علشان الجيومتري ان هو لينير 180. الاكسجين عشان مور الكترونيجاتيف بتشد كده، والناحيه الثانيه الاكسجين يا عين الكربون دي بص ميتها بتشد كده. طب ما نفس البوند ايكوال الماجنتيود اوبوزيت ان دايركشن، البولاريتي افكت بيتكنسل. والعزم حاجه اسمها الدايبول مومنت بصفر. ودي يا اولاد في لكتشر بالنسبه يعني احنا وشغلنا لكتشر 3 شابتر 1. هناخد بقى دي بعد لما ناخد ازاي بنعرف نحدد اشكال الموليكيولز. ماشي يا وزاره. using the following element A15 B11 C9 D6 which of them can form with hydrogen ionic. طالما يا اولاد ايونيك من ابو اخر لازم ميتال ونون ميتال. طيب تعالى نعرف الناس دي كده بالراحه مع بعض. في عيال شاطره عارفه ده فوسفورس. انا يا عم على قدي وزع 2 8 5. ايه ده اخرك 5؟ يعني الفالنس الكترون 5. يا ده انا امتلكت الكيمستري. يبقى انا في 5 A، يبقى انا نون ميتال اخري 5. طيب ده الايه 11 ده حدث ولا حرج، صوديوم يعني الطلبه كلها عارفاه. 2 8 1 فالنس الكترون 1، يبقى انا في جروب 1A اخري 1، يبقى انا ميتال. ماشي، ادي كده تفاصيل A وتفاصيل B. تفاصيل C 9 فلورين 2 7 فالنس الكترون 7. خلاص انا امتلكت الدنيا 7A، يبقى انا نون ميتال طبعا طبعا. طيب تفاصيل دي مين دي؟ ده دي 6 ده الكربون 2 4 فالنس الكترون 4، يبقى انا في 4A. والكربون قلنا 200 مره ابوس ايديكوا نون ميتال، ده ملك العضويه يا ابني. حلو كده تمام. انت عايز ايه بقى؟ انا فرمت الدنيا. اول حاجه عايز ايونيك كومباوند مع الهيدروجين. طيب انا عارف ان الهيدروجين ده نون ميتال، يبقى انا بدور على ميتال. ده نون ميتال ده نون ميتال نون ميتال، مفيش غير ده. يبقى قولا واحدا الاجابه ايونيك كومباوند. مين من دول؟ البي 11 NaH. فعلا الصوديوم بيلوز والهيدروجين بيجين. صوديوم هيدرايد. عايز بولار كوفيلنت. طالما كوفيلنت يبقى لازم، الله يفتح عليك، نون ميتال بس بولار. افتكر الاكزامبل مع الاتش، يبقى يا سلام اتش هالايد HCl HBr HF HI. ولا انت من جروب 7A؟ لا، يبقى لاغي ميتال لاغي. ايوه انا عايز الهاليدات 7A، يبقى ده طبعا C9. ده طبعا انت عارف F، فطبعا المركب ده طبعا هيدروجين فلورايد HF، وده طبعا صوديوم هيدرايد. حلو السؤال ده قوي، رائع رائع رائع. بولر. ماشي. في طالب تاني ممكن يفكر في البولر كوفيلنت ان هو يستخدم الاي 15 بتاع جروب 5A مع الهيدروجين. يعني هيقول لي 5A دي من اشهرها كان النيتروجين، صح؟ نيتروجين 7 2 5 كان بيعمل بولر. هنا ده الفوسفورس 15. طب ما هو برضه ممكن يعمل بولر. يعمل ايه؟ بولر وعنده لون بير. وحضرتك قلت نوت كده في الشرح بتاع المحاضرة ان اللي عنده لون بير ده بيكون يميل الى البولاريتي. يس صح. فالطالب اللي هيكتب في الاختيارات دي او في الكومبليت بولر اللي هو السي، اللي هو طبعا HF ده اكيد، ويكتب ايه، انتوا الاثنين صح. يعملوا بولر، لان المركب ده يا اولاد هناخده اصلا في شابتر 2 اسمه الفوسفاين. ده بولر كوفيلنت بوندنج. بولر كوفيلنت بوندنج. تمام. يبقى كده الايونيك الوحيد، لان ما عنديش غير ميتال وحيد،
هو البي 11 مع الاتش. طب البولر عندك اجابتين، يا اما السي 9 يا اما كمان الاي 15. الدنيا بتبقى 100 100. فيها مشاكل؟ تمام. ننتقل مع بعض يا اولاد بقى للسؤال الثالث. خلي بالك بقى من لقطه، خلي بالك من لقطه. اولا في التقييمات اللي هي الكيمياء العربي اترجمت غلط هنا في الكيمستري كالعاده. طيب بعد الرجوع للكيمياء العربي لان في اسئله متكرره فقلنا في ان. طيب السؤال هنا رايت ذا كيميكال فورمولا، المفروض ده اللي في البي دي اف الوزاره، بوسيبل ايونيك كومباوند. غلط، غلط، ده يتشطب عليه. تمام. لما رجعنا بقى، لان ده الطلب ده هيكون لسه في اخر التقييمات، في اخر حاجه. لما رجعنا للسؤال مصدره هو عايز بيور possible formula for pure covalent compound. اعمل التعديل بعد اذنك، ده اللي موجود في تقييمات الكيمياء العربي. طيب اداني بقى ده pure covalent compound. اتفضل يا باشا. ده الكترونين، يعني الفالنس الكترون 2. شكرا. يعني هو في 2A، يعني هو ميتال، يعني هو دايفيلنت. صح. ده 2 مع 3 5، يعني الفالنس الكترون 5، وبناء عليه هو في 5A، هو نون ميتال، وطبعا اخره 5 نفسه في 3 يبقى تراي فالنت. ده 2 4 6 7، يبقى الفالنس الكترون 7، يبقى هو في 7A، وطالما 7A نون ميتال يعني مونو فالنت. قلت لك يجيب لك لويس ستراكشر، انت امتلكت العلم ما بين ايديك. طلب معاليه عايز بيور كوفيلنت. اولا البيور كوفيلنت كان بتحصل ما بين مين؟ سيم نون ميتال. ما تكلمنيش على ده، لاغي. تعالى يا ده Y2 كان بيبقى داي اتوميك، صح؟ ولنفترض اللي اخره 5 زي النيتروجين كان الجاز داي اتوميك. طب ينفع حاجه كمان؟ الهالوجينز كانوا برضو داي اتوميك، W2 كانوا داي اتوميك. يبقى الاجابه Y2 و W2. يبقى لما يعوز بيور كوفيلنت كومباوند يبقى انت لازم سيم نون ميتال. اكس لاغي ده لكن ده ينفع لانه نون ميتال، وده ممكن يكون غاز النيتروجين N2، وكمان الدبليو ده في 7A اخره 7 بيبقى فلورين كلورين برومين ايودين، بيكونوا داي اتوميك جازز. يبقى Y2 و W2 اهو ما بين Y و Y ايكوال شيرنج ديفرنس ان نيجاتيفيتي 0، يبقى انا حققت طلبه. فخلي بالك من التعديل ده لان مترجم عندنا كالعاده اللغات يعني. ده حتى ما نزلوش كتاب المدرسه يا اخي. ما علينا. بيور كوفيلنت كومباوند بدل الطلب ده اللي نازل في تقييمات الوزاره. واصله؟ يلا بينا على اللي بعده. نخش على بي. خير. scientific reason most covalent compound are characterized by low boiling و melting point. طبعا من ضمن البروبرتيز اللي اخدناها. ولو ناسي برضو كده يعني شوف بقى كتابك اللي بتذاكر منه، كتاب خارجي، ملزمة مدرسك، يعني تعامل كيفما شئت في البروبرتيز بتاعه الكوفيلنت كومباوندز. الفقره الجديده هي والايونيك، صح؟ تمام. لو تفتكر كان عندك النقطه دي البروبرتيز اهي، كنا قايلين في نقطه الميلتنج والبويلنج لو. ليه؟ هل كان في سترونج اتراكشن فورس زي الايونيك؟ لا. يبقى due to the weakness of attraction force between their molecule. بالظبط هتلاقيها في اي مكان. او يعني عشان ما نضيعش وقت بس في الكتابه، ده يعني اهو واضحه وضوح الشمس. due to the weak forces of attraction between the molecules. الاتراكشن مش قوي، يبقى طبعا تقدر تكسر هذه الصحوبيه الضعيفه. بورون ترايفلورايد is non polar، وده برضو من الاكسبشنز. بورون ترايفلورايد ده برضو راجع لحته الجيومتري الفي اس اي بي ار بتاعه الليكتشر 3 اللي احنا هنديها. ده برضو عنده فكره البلانر تراينجل، شكل بلانر تراينجل، بلانر تراينجل. فده برضو البولاريتي بتتكنسل، كانسليشن اوف ذا بولاريتي، لان الشكل البلانر ده المومنت كله بيتكنسل. دي
معلش هتبقى في لكتشر 3 بمنتهى الوضوح. نفس الفكره، كان السي او 2 يعني كان ادينا لك برومو. سي او 2 كان لينير ان شيب، الشده من هنا بتتكنسل مع هنا، ليكتشر 3. طب والبلانر تراينجل برضو البولاريتي بتتكنسل. ماشي، ودي ليكتشر 3. معلش استنى يا ابني استنى. following elements ده برضو نفس الاليمنتس اللي كنا حلينا عليهم. قال لي بص حضرتك احنا عايزين نون بولار كوفيلنت. قلت له طيب نون بولار يبقى حضرتك اول حاجه بيجي في دماغي طبعا مع الهيدروجين النون بولار الكربون مع الهيدروجين. مين كان الكربون؟ اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 6، دي 6 كان الكربون. والهيدروجين دي طبعا نون بولار as the difference in electronegativity greater than 0 لغايه 0.4، دي بالظبط 0.4 نون بولار، وكانت من الاكزامبلز الصارخه. طب covalent compound whose molecule contain 3 bond pair و 1 lone pair. قلت له طيب يعني عايزه يعمل 3 بوند بير ويكون عنده واحده لون بير. دماغي جت على النيتروجين او مجموعه 5A، اتعودنا عليها كتير قوي يا اولاد بصراحه مع الهيدروجين. طب مين ده لما كنا حلينا عليه 15 2 8 5؟ قلت له هو ده الاي 15. طب شرح تفصيلي ليه بقى؟ لان الاي 15 ده الفالنس الكترون 5 2 8 5 والهيدروجين ده 1. طبعا ده عايز يجين 3، فالاي اهو وادي الاتش. الاتش اخرها بتقدم الكترون 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 اهو، ادي الثلاثه اهو. يلا بينا، وانا معايا 5 قدمت ده 3 ناقص لي 2 يعني 1 لون بير اهو. طلباتك اتحققت في هذا المركب. كونتين 3 بوند بير 1 لون بير، يبقى ايه 15 طبعا. السؤال اللي وراه بقى يا شباب اللي هو دايجرام بيلو، نفس الدايجرام اللي كنا حلينا عليه اللي هو الفالنس الكترون ده هنا 2 وقلنا ده من جروب 2A وميتال، وده الفالنس الكترون 2 3 5 ده نون ميتال في جروب 5A، وده اللي كان متحوط ب7 الفالنس الكترون ب7 يعني نون ميتال ومونو فالنت. المره دي طلبوا ايه؟ رايت ذا كيميكال فورميلا فور ا موليكيول كونتين. بص الطلبات بقى 10 لون بير يا ساتر and 3 بوند بير. انا لو ذكي هبدا حل من الحته دي. اولا طبعا ما ينفعش يكون فيها ميتال، طالما بوند بير ولون بير انت بتتكلم على نون ميتالز وكوفيلنت، فلاغي الاكس من حدوتي. اللعبه ما بين واي ودبليو. طيب عايز اعمل 3 بوند بير، يبقى انا لازم اركز هو مين اللي محتاج 3 الكترون عشان الاوتر موست يبقى كومبليتلي فيلد ويبقى ستيبل. بصيت على ده لقيته اخره 5. قلت له ولا انت نفسك في كام؟ قال لي نفسي في 3. قلت له بس انت السنترال، انت السنترال صح، لان كده هيعمل ايه 3 بوند بير. ليه؟ هيجيب نسخه من الدبليو ومن الدبليو ومن الدبليو. تاني الحته دي انا طالما 3 بوند بير يبقى انا بفكر هو مين اللي محتاج 3 الكترون تو كومبليت اتس اوتر موست انرجي ليفل. الواي. فطبعا الواي اهو، ايوه انت حلو اهو، والدبليو اهو، واقدم ده نخلص الواي اهو، الدبليو قدم اهو. بس تعال نظبط اللون بير. الواي انا اخري 5 قدمت 1 احمر 2 3 ناقص لي 2 ادي اول لون بير. يلا على الدبليو. الدبليو اخره 7 قدم 1 ناقص له 6 يعني ناقص له 3 لون بير 1 2 3. وانت نفس الكلام 1 2 3. وانت نفس الكلام 1 2 3. هل يا ترى بقى انا فعلا حققت شروط وضع السؤال؟ هل انا معايا 3 بوند بير؟ عصايه عصايه عصايه. طب 10 لون، تعال نعد ونشوف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وما تنساش العاشر بتاع السنترال. سؤال في حته 10. جميل جدا 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 السؤال ده. يعني الاختصار الرسمه كده اللي هو ده اهو 3 بوند بير، وده عنده لون بير اهو، وده عنده 3 لون بير 3 لون بير 3 لون بير، والدنيا محلوه يا باشا وزي الفل. فهمت نفكر ازاي؟
لما هو احتاج 3 بوند بير يعني هيبدا يعمل شيرنج وثلاث بوندات، يبقى اكيد محتاج 3، يبقى ما بين الواي والدبليو. كويستشن رائع، حلو قوي الكلام ده. اخر فقره بقى الويكلي اسسمنت قطاع سي. ابدا بالجيف ريزون هيدروجين كلورايد is polar. ليه الهيدروجين كلورايد ال HCl is polar؟ اولا هتقول له because the difference in electronegativity between ال H and the Cl is higher than 0.4 and less than 1.7. ادي اول حاجه عشان نقول polar. رقم 2 ممكن تزود ان كمان due to presence of partial charges where hydrogen carry partial positive لان ده less electronegative كانه خسر. ان كلورين او كلورايد ايون carry partial negative. فطبعا الاجابه بالديفرنس ان electronegativity تكتب الرينج بتاعك ان هو greater than 0.4 less than 1.7 مع شرح الاقطاب. البولز partial charges. ammonia gas dissolve in water to a greater extent than carbon dioxide. طبعا ليه افكر انا، هي الامونيا بولر صح، كوفيلنت كومباوند، والميه بولر، واحنا قلنا قاعده الذوبان الطيور على اشكالها تقع لايك ديزولف لايك. البولر يدوب في البولر. انا امونيا بولر كومباوند والميه بولر، هقول له طبعا لازم يديزولف في بعض لان بيكوز امونيا جاز از ا بولر كومباوند which dissolve in polar solvent which is water. طب الكربون دايوكسيد لا، ليه؟ ما احنا قلنا على الكربون دايوكسيد ده طلع نون بولر. because carbon dioxide is a non-polar which cannot dissolve in polar solvent. يبقى لاخر مره امونيا compound او الامونيا جاز is polar compound which dissolve in polar solvent while carbon dioxide is a non-polar which cannot dissolve in polar. حدوته like dissolve like الطيور على اشكالها تقع. نفس المركبات حبيبتنا برضو، بس هيسأل بقى which of them can form with hydrogen. ايه المرة دي؟ covalent compound، covalent يبقى non metal و non metal whose molecule contain 3 lone pair and 1 bond pair. 3 لون 1 بوند. قلت له طيب تعالى نفتكر، ده كنا جاوبناه ان هو 2 8 5 ده بيعمل 3 بوند بير مع الاتش صح؟ لاغي. ده ميتال لاغي. تعالى بقى نشوف السي 9 ده، هو مش ده توزيعه 2 7؟ يعني الفالنس الكترون 7. حلو. انت عايز تمسك مع الاتش. طب الاتش بتقدم الكترون، ده طبعا الفلورين هيقدم الكترون، قدم ثبت تلاقي الحد. هو الفلورين اللي اخره 7 ده قدم 1 ناقص له كام؟ 6. يعني ادي 3 لومبير، 1 2 3 4 5 6 صح كده. تعال نشوف كده، هل ده شروط الممتحن؟ عنده 3 لون بير و1 بوند بير. فعلا هو 1 بوند بير، دول البوند بير. طيب و3 لون؟ انا مقفل. متشكرين، ده الكومباوند. طب لو انت فكرت في دي 6 ده الكربون، ده 2 4 مستحيل، ده لازم هيعمل 4 روابط. الدي ده هيعمل 4 روابط مع الهيدروجين صح، وهو عايز 1 بوند بير فلاغي. يبقى الاجابه which of them can form with hydrogen؟ هنقول له طبعا سي 9. واضحه؟ تمام. كلها معتمده على روشته الرسم اللي اتكلمنا فيها. طب كوفيلنت كومباوند whose molecule contain 4 بوند لسه حللها، هو الاخير ده بقى، ده الدي 6. وكأن الوزاره دربتك على كل الاشكال. ليه؟ هو 2 4 الفالنس الكترون 4. انت محتاج كام يا ولا؟ قال لي محتاج 4، لازم اعمل 4 بوند بير. قلت له مع الاتش، وطبعا ده جنيه 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 اللي هو الكترون بس. ففعلا انت قدمت يا دي الاربعه بتوعك وما عندكش لون بير، فانت كده عملت 4 بوند بير. ففعلا الاجابه دي 6. جه ميعادنا بقى يا اولاد مع السؤال الاخير في تقييمات الاسبوع الثاني. كالعاده نفس الدايجرام. هنا بقى بيسال على البوسيبل ايونيك كومباوند من الاليمنتس دي. الايونيك تمام ماشي. انت عندك في التقييمات برضو الخطا الثاني، هو كان كاتب ايه؟
10 لون بير عادوا تاني. لا، الطلب في الكيمياء تقييمات الكيمياء العربي ايونيك كومباوند، ده الطلب الثالث. فعدل عندك في التقييمات الوزاريه ان هو عايز ايونيك. الكلام بيحلو ماشي. طالما قال ايونيك طبعا يا اولاد اكيد ميتال ونون ميتال، ما فيهاش اي نقاش. وحلينا على ده، قلنا ده الفالنس الكترون 2 ده ميتال، بس يبقى الاكس ده معايا يمسك فيه اللي معاه 5. طبعا بكتب الميتال على الشمال والنون ميتال على اليمين، اظبط الفالنسي. الاكس داي فالنت، الفالنسي بتاعتي مش ليا، اديها للي جنبي طرش. هنا الفالنس الكترون 5، ادي 3 و2 5. محتاجه تعملي ايه؟ اجين 3، يبقى انا تراي فالنت اديها للي جنبي. ادي اول حاجه ايونيك. ينفع حاجه كمان؟ ده ميتال وده برضه نون ميتال في 7 فطبعا ينفع الاكس يرتبط كمان بالدبليو. ادي الميتال وادي النون ميتال. حلو. نظبط فالنسي. الاكس داي فالنت يدي الطول اللي جنبيه. الدبليو 7 اخره 7 بيجين 1، ما بنكتبش ال1. بس كده. ده الايونيك كومباوندز. لكن ما حدش يقول لي واي ودبليو دول الاثنين نون ميتالز بيعملوا كوفيلنت. بس كده يبقى عندك اجابتين. البوسيبل هو اكس 3 واي 2 واكس دبليو 2. ماشي يا اولاد؟ وتبقى تعدلوا اللقطه دي. برضو هنا كان في شويه شغل بصراحه، يعني في بعض الاسئله محتاجه التفكير، بس برضو مش العليا. الدنيا برضو لسه على الهادي يا زبادي. بس طبعا كان في بعض ترجمه حاجات لتقييمات الكيمستري غير سليمه، فكان طبعا العادي بتاعنا يا اولاد مرجع بتاعنا محتويات الكيمياء العربي او المصادر اللي بتنزل كيمياء عربي، سواء كتاب مدرسه او تقييمات. فزي لما شفت كده عندك هنا متكرر، رجعنا ظبطنا لك وحلينا وياك. يا رب تكونوا استفدتوا والدنيا ماشيه زي الفل، ودايما في تفوق مستمر ومبسوطين وشاطرين ومش مراكمين. لان الترم ده يا اولاد اللي هيراكم هيروح في 60 داهيه، لان تقريبا الترم بيخلص. ربنا معاكم، ونتقابل في تقييم جديد مع اسبوع ثالث باذن واحد احد. خلص الكلام، مسك الختام. يلا سلام، باي باي.